كفر عجوز قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية جبل الكرد أو جبل الأكراد. عدد سكانها يتراوح بين 300 إلى 500 شخص، كلهم كرد. فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث كانت تتم محاربة اللغة الكردية، لتأتي الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية وتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي في محاربة اللغة الكردية، فيفقد أهلنا هناك لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. العشائر المتواجدة في جبل الكرد أو جبل الأكراد هي موشان وعوجان وكيخية وشيخان، يوجد بينهم رشوان أيضا. فيما يتعلق بكيخية، هو اسم كردي أعتقد بأنه متأتي من كي خيا، كي وهو الشخص ذو المكانة والشأن العالي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم ويتعلم أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية. فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية كفر عجوز.